حسن حسن أبو حسن خرج من سجون تنظيم بشار الأسد، لكن الأقفاص النفسية التي سببها اعتقاله مع عائلته ما زالت تؤثر عليه إلى هذه اللحظة. نحن هنا في مدينة دوما مع أبو حسن الذي تم اعتقاله مع طفله الذي كان يبلغ وقت ذاك 40 يوما. صيدنايا، هذا الاسم الشنيع. ليتني قتلت ولم يرمى بي هنا لأتعفن في هذا المكان. أنا فتت على أكثر من فرع، أكثر من 4 أفرع يعني اللي درت فيهم. طبعا فيما فيهم سجن صيدنايا، ولكن مثل فرع 27 227 هو فرع المنطقة، يعني قعدت فيه 7 أشهر. هذا فيه كان كل ليلة فيه أو كل يوم فيه له حكاية. نعم. من أول يوم لوقت اللي طلعت. يعني بتذكر أنا أول ما فتت على المنفردة كنا 7 أو 8 أشخاص موجودين وقت فتت مدمي. طبعا كان في أخ الله يرحمه من كناكر، ما بنسى اسمه محمود عبد السلام، إن شاء الله بدي زور أهله إذا الله يسر. كان عم يقول لي على روتين السجن، يعني أنت فايت لهون قال عندك فوتة الصبح على التواليت وفوتة المساء على التواليت، هي دغري بدك تفوت يعني بالأرقام بيعدوا لك 10 ثواني ودغري بدك تركز أمورك. ولا تتفاجأ إذا فتت لقيت جساس. هي ما بنساها أنا وقت لي إنه لا تتفاجأ إذا فتت ولقيت جساس بدك تقضي. هن تواليت 2 وواحد هنا فرع المنطقة. حكى هالحكي أنا بصراحة يعني إنه هدول عم يوهموني أو هدول هن مخابرات أصلاً عم يوهموني مشان لعبة نفسية أو إلى آخره. فعلا وقت أول ليلة بتذكرها وقت بدنا نطلع الله يعزك على التواليت، فوقت طلعنا نحن عم يعدونا فتت لقيت عالم. أنا أتضور جوعاً. مضت 3 أيام على الأقل منذ أن أكلت شيئاً. لا أعلم إن كان خالد سينجو هذه الليلة. إنه ضعيف للغاية ويضربونه كثيراً. صراحة أنا يعني ما كنت مستعجل الفترة الماضية أطلع أحكي بسبب إنه أهلي بالبلد والنظام تعرف، يعني كان أي شخص يطلع على الإعلام فورا ينتقم من أهله. فهلأ صراحة يعني أنا عم بطلع أحكي هالأوجاع هاي ما كنت حاسن أعبر عنها قبل هالفترة لحتى سمع صوت اللي استشهدوا، لأنه هي بحسها أمانة برقبتي. لأنه فينا أنا واحد من الناس أو كلنا كنا بالسجن بفرع المنطقة ولا بصيدنايا ولا بال248 ولا بال215 ولا وين ما كان، كنا نشتهي الموت. كنا نشتهي الموت. الشباب كانوا يشتهوا الموت. والله العظيم أنه أنا بعرف، أنا واحد من الناس أقسم بالله أني سبيت بشار أسد بالفرع.